السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتنفق غصب عنك، يعني هتنفق برضاك، هتنفق غصب عنك، هتنفق. مش عايز تنفق على صحتك، أكل كويس ورياضة واهتمام وراحة ونوم كويس، هتدفع الثمن في علاج للصداع وعلاج في الأمعاء وعلاج للإمساك وعلاج 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 وعلاج. مش عايز تنفق معلومة اتعلمتها تديها لحد حبيبك، تديها لزميلك في الشغل، هتلاقي نفسك الباب التعلم مقفول قدام منك. هتلاقي المعلومات اللي كنت بتستقبلها وقفت. طيب، معاك فلوس ومش بتنفق في سبيل الله ومش بتطلع صدقات او زكاة مالك، هيجيلك من بره حاجة تستدعي انك انت تصرف عليها نفس المبلغ وتنفق عليها نفس المبلغ، شئت ام ابيت، بمزاجك غصب عنك هتنفق. مش بتنفق على بيتك بما يرضي الله، هتلاقي بيتك عرضة ان هو يتخرب، هتلاقي الحياة فيه غير مستقرة، فهتضطر تنفق. يعني بمزاجك هتنفق، غصب عنك هتنفق. طيب، ليه الناس مش فاهمة النقطة دي؟ ليه الناس ربما بتبخل بمال، بتبخل بمعلومة، بتبخل بمساعدة؟ ربما عشان فاهمين الدنيا دي غلط. في قانون محطوط في الدنيا دي: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني بمزاجك طلعت، مسكت وقلت لا، هتلاقي في تدخل جايلك من بره بيستدعي انك انت تصرف وتنفق لازم. فخدها من قصرها، خدها من قصرها وانفق عشان تعيش الحياة بالشكل الكويس، عشان تنال البر في الدنيا. هتمشي عكس القوانين الكونية اللي ربنا حاططها في الكون، هتلاقي حياتك واقفة وبتتعطل، وانك تتطور فيها وتوصل لحاجة معينة هتلاقي نفسك واقف في مكانك. فحاول تنفق من مالك، تنفق من صحتك، تنفق من علمك، تنفق من اي حاجة عندك عشان ترجع لك اضعاف اضعاف اضعافها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.